السلام عليكم. من الألم إلى الأمل، حكايات بنت ما استسلمتش للحياة. في واحد الدنيا كاينين قصص ماشي غير حكايات، ولكن جراح حقيقة عايشينها ناس بيناتنا. قصص كتبدا بالألم ولكن تقدر تنتهي بالأمل. ماشي كل الناس كيتولدوا بنفس الفرص، وماشي كل طفولة كتكون مليئة بالضحك واللعب. كاين الأطفال كيكبروا قبل وقتهم وكيحملوا هموم كبر منهم بزاف. هاد القصة ديالي أنا قصة بنت صغيرة كانت كتمنى غير تقرا وتعيش حياة عادية بحال باقي الدراري، ولكن القدر كان مخبي ليها طريق صعيبة بزاف، طريق فيه الظلم والخيانة والوحدة وحتى الزنقة. ولكن رغم كل شي كان كاين بصيص صغير ديال الأمل خلاها تبقى واقفة وما تستسلمش. أنا سميتي سهام، تزادت في مدينة صغيرة في شرق المغرب. كانت حياتنا بسيطة بزاف. الدار ديالنا كانت صغيرة ولكن كانت عامرة بالضجيج ديال الدراري والهموم ديال الحياة اليومية. منين كنت صغيرة كنت كنحب القراية بزاف. المدرسة بالنسبة ليا ما كانتش غير بلاصة نتعلم فيها الحروف والأرقام، كانت عالم آخر نهرب ليه من المشاكل ديال الدار. كنت كنحلم نولي شي نهار معلمة ولا طبيبة ونعاون الناس. الاب ديالي كان كيحبني بزاف وكان كيشجعني نقرا. كل مرة كنت كنجيب نقطة مزيانة كان كيبان عليه الفرح. هادشي كان كيخليني نبذل مجهود اكبر. وصلت للسادس ابتدائي ونجحت بنقطة زوينة، حيت كنت فرحانة بزاف. غادي نكمل قرايتي في الاعدادي. كنت كنحلم نلبس البيجرة البيضاء ونمشي لمدرسة كبيرة بحال الدراري الكبار، ولكن الفرحة ديالي ما طولاتش. في واحد النهار تبدلت حياتي كاملة. واحد القرار اللي هو حطم لي الحلم ديالي. في واحد العشية كنت جالسة في الدار كنقلب في الكتوبة ديالي، سمعت خوتي الكبار كيهضروا مع ماما. قال واحد فيهم: البنت ما خاصهاش تزيد تقرا، راه القرايه ما غاديش تنفعها. بقيت ساكته وكنسمع وقلبي كيضرب بسرعه. من بعد جا القرار القاسي، غادي نوقف القرايه ديالي. كنت غير بنت صغيره عندي 11 عام، ما قدرتش ندافع على راسي، ما كان حتى واحد كيسمع ليا. بكيت بزاف ولكن البكاء ما بدل حتى حاجه. سدات المدرسه بوجه احلامي، بدايه المسؤوليه مبكره. باش ما نبقاش غير جالسه في الدار وليت كنعاون الوالد ديالي في الفيرما الصغيره ديالنا. كنا كنزرعوا شويه الخضره ونبيعوها في الدوار والقرى اللي قريبه منا. كنت كنفيق مع الفجر نجمع الخضره ونمشي نبيعها من الباب للباب. رغم التعب كنت كنقول في قلبي يمكن شي نهار نرجع نقرا. ولكن الايام كانت كدوز وكل نهار كيحيد شويه من داك الامل. الخيانه اللي بدلات كل شي. في واحد النهار مشيت لعند عمتي، كنت كنبغيها بزاف وكنت كنظنها بحال امي الثانيه. قالت لي غادي تمشي تجيبي لي الجلابه من عند الخياط مع واحد الراجل من الجيران. ركبت معاه في الطوموبيل وفي الطريق ديالنا عطاني العصير شربته. من بعد ما بقيت عاقله على حتى حاجه. فقت لقيت راسي في بلاصه بعيده بحال غار وسط الجبال، وكنت بوحدي وخايفه وجائعه. ما فهمت حتى حاجه من اللي وقع. بقيت كندور ايام حتى لقاوني شي ناس وداوني للبوليس. والصدمه هي من رجعت للدار كنت كنتمنى غير حضن، ولكن ما لقيت غير الغضب. الام ديالي داتني عند الطبيبه. من بعد عرفنا انني تعرضت لاعتداء، ولكن عوض المواساة
تعرضت للضرب. الام وخويا ضربوني بزاف، وحتى منين قلت ليهم السبب ما صدقونيش. داك النهار حسيت انني بوحدي في الدنيا. الحياة الخيرية. من بعد ايام الام ديالي داتني لواحد مركز ديال الايتام وخلاتني تما. بقيت كنبكي بزاف في الليل، كنت كنشوف الدراري الاخرين اللي ما عندهمش عائله، وكنقول حتى دابا انا وليت بحالهم. ولكن وسط داك الظلام كانت كاينه وحده مساعده اجتماعيه اللي سمعت قصتي وقررت تعاوني. داروا شكايه وتشدات عمتي والراجل اللي كان السبب، ولكن العائله ديالي ضغطات باش ندير الانتزال، وعدوني نرجع ونعيش معاهم. قبلت، حيت كنت غير كنتمنى عائله. خيبة امل اللي ما كنت متوقعاها. رجعت للدار، ولكن المعامله ما تبدلاتش. رجع الضرب والكلام القاسي. في الاخر رجعونا مره اخرى للمركز. داكشي كسرني من الداخل ديالي. حسيت انني ما عندي حتى قيمه. محاولات الهروب من الحياه. في واحد النهار ما قدرتش نصبر اكثر، غادي نطلع للطابق الثاني ورميت راسي. كنت بغيت غير نسالي من الالم، ولكن الله كتب لي نعيش مره اخرى. بقيت في المستشفى مده طويله، وحتى واحد من العائله ما جا يسول فيا. منين خرجت ما كان عندي حتى شي بلاصه نمشي ليها. بقيت في الزنقه. البرد والجوع والخوف كانوا صحابي. باش نحمي راسي حيت شعري ولبست حوايج الدراري. كنت كنخدم اي حاجه باش نعيش. تشدوني البوليس ودخلوا لمركز اصلاحي مده طويله. من بعد خرجت وخدمت في واحد القهوه. ثم تعرفت على راجل طلب الزواج. قلت ليه الحقيقه كامله، ولكن قال لي ما عندوش مشكل. تزوجنا، ولكن من بعد اكتشف انه مريض عقليا. عشت معاه العذاب كبير، تحملت بنت منه. من بعد هرب وخلاني بوحدي. من بعد سنين تعرفت على راجل بسيط من دوار بعيد، عرف قصتي كاملة، ولكن قبل بيا كما أنا. تزوجنا بالفاتحة. اليوم عندي معاه 2 وليدات. كنعيش في بيت بسيط وسط الجبال، ولكن عندي حاجة ما كانتش عندي قبل: الاحترام والحنان. يمكن حياتي كانت مليئة بالألم، ولكن تعلمت درس كبير. الإنسان يقدر يطيح مرات كثيرة، ولكن إلا بقى واقف وما استسلمش الله غادي يعوضه. اليوم الحلم ديالي الوحيد هو نربي ولادي في الحب والكرامة، باش ما يعيشوش حتى جزء صغير من الألم اللي عشتو أنا. وهنايا كتسالي القصة ديالي، وكنتمنى هاد القصة تنال الإعجاب ديالكم. دعموني بالاشتراك ولي لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.